السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء. وسلمى. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة فراخ كنتاكي أو فراخ مقرمشة. هقول لكم على المقادير بقى. معايا دول فرختين أو رق فرختين، الورك متقطع اتنين. شايلة الجلد بتاعهم ونقعاهم في محلول النقع ساعتين اتنين. أنا نزلت فيديو قبل كده بالفراخ وأنا بحطها في محلول النقع، وسريعا كده هقول لكم برضو محلول النقع بيتكون من إيه. ميه، واحط عليها كوبايه سكر وكوبايه ملح وكوبايه خل وعصير ليمونتين او ثلاثه ومعلقه طحينه، وممكن احط شويه قرفه او قرفه عيدان وورق لورا. ده محلول النقع. دي شكل الفراخ بعد ما حطيتها في محلول النقع وشلت منها الجلد وغسلتها كويس. وهحتاج طبعا معايا بهارات مطحونه. هستخدم معايا قرفه وفلفل اسمر وكاري وكركم، ودي المعلقه الصغيره البيضه دي كربوناتو، وده ملح. ومعايا برضو توابل كمان، مش توابل تانية غير التوابل دي عشان هحتاج توابل الاتنين. فلفل اسمر وزنجبيل وقرفة وقرنفل وحبهان ورق لورا وقرفة عيدان. ومعايا بصلاية وتومية، ودي معلقتين نشا. ومعايا طبق فيه دقيق، الدقيق ده هقسمه مش هستخدمه كده كله مرة واحدة. ومعايا كوباية مية. دي المقادير اللي هستخدمها في الفراخ الكنتاكي. هوريكم بقى الخطوات هنشتغل مع بعض ازاي. انا معايا حله اهو، حاطه فيها ميه بتغلي. هنزل بقى التوابل كلها كده. هحط فيها البصلايه والطماطمايه اللي معايا. طماطمايه اسيبهم يغلوا شويه غلوتين، وهرجع لكم تاني بقى لما تغلي غلوتين احط الفراخ. دلوقتي بقى الميه غليت معايا بالتوابل والبصلايه والطماطمايه. هنزل فيها الفراخ تستوي بقى نص ساويه كده، وهكمل الباقي في الزيت المقلي بالخلطه بتاعتنا طبعا. هاتي يا سلمى عنك عشان تقيله. نزل بقى الفراخ كلها، هي فراخ كبيره اصلا وجميله، وفي نفس الوقت رغم ان هي كبيره كده الا انها هي عشان ما يبقاش فيها دم تبقى جميله. ودي الاجنحه بتاعت الفراخ، هي برضو عاملها بتبقى جميله قوي في الكنتاكي. هسيبها بقى تستوي يعني نص سوا كده، وهطلعها واعمل لها الخلطه. سواء اسويها باي طريقه زي ما انت حابه تسويها، و... وسويها زي ما انت عايزه تسويها، وبعدين نعمل الخلطه مع بعض. اي طريقه بقى، بالطريقه اللي انا عملتها ديت او تسويها باي طريقه تانية. المهم ان هي تستوي تلات ارباع سوا كده او نص سوا عشان ما يبقاش فيها دم، وتبقى مستويه وقلبها طري. هنسيبها بقى هنسيب الفراخ بقى تستوي. على ما تستوي ان شاء الله سلمى هتعمل لنا الكاتشب. تعلمكم ازاي الكاتشب بيتعمل وطريقه الكاتشب. عندي المكونات بقى. أول حاجة عندي طماطم كبيرة لونها أحمر. ده قد ايه طماطم يا سلمى؟ ده كيلو صح؟ أو طيب تمام شطور. ومعلقة فلفل أسود، معلقة ملح، ومعلقتين صلصة كبار، ونص كوباية سكر، ونص كوباية خل، وبرضو نص كوباية مية. أنا حاطة الخل في كوباية تانية غير كوباية المية عشان متلخبطش. وعندي هنا شوية نشا. والمعلقتين. ايوه معلقتين نشا. وعندي معلقه توم بودر. معلقه توم بودره. هنعمل ايه بقى يا سلمى؟ اول حاجه ممكن تقطعي الطماطم. قطع لك الطماطم حاضر. طيب بعد كده بقى خليني جنبك، خديني جنبك كده اهو. اقطع لك الطماطم ازاي؟ عايزاها اربعه كده بس، اربعات كده. يعني مكعبات. ماشي. عارف ولا كده اربعه بقى؟ انت لا، هتحطيها مكعبات. على النار حطها على النار مع 10 الميه. دقايق مع الميه. يبقى مش محتاجه، لان احنا هنضربها، مش محتاجه مكعبات يا سلمى. هي كده كويسه قوي. تمام. بعد كده هضربها في الخلاط. ماشي حبيبتي. فانا هقطعها لك واسويها لك نص تسويه كده 10 دقايق. 10 دقايق على النار صح؟ وهضربها لك في الخلاط وانت كملي. هاتي الحله اللي هتحطي فيها. الحله.
حطي بقى كل الطماطم. ماشي تمام. حطي دي بقى يا مامي، الطماطم دي احنا قطعناها في الحله. حاضر. بعد ما تحطيها في الحله سيبيها على نار متوسطه 10 دقايق. احطها مش هزود لها الميه؟ هتزودي لها الميه. هتسيبيها على نار متوسطه 10 دقايق وبعد كده يعني هتزودي لها الميه دي؟ طيب. عايزه تحطيها على النار؟ على نار متوسطه 10 دقايق. دلوقتي بقى الفراخ استوت اهي السوا اللي انا عايزاه. هحط لها الملح بتاعها بقى، هملحها ملح عادي خالص. احط لها معلقه ملح واسيبها تغلي غلوه واطلعها بقى ونكمل. هنا بقى هنجهز خلطه الفراخ. دي كميه الدقيق اللي كانت معايا كلها، انا هقسمها 2. هاخد نص الكميه كده دي او اقل من نص شويه. الطبق الاولاني ده انا هبهر بيه بقى، احط كل التوابل اللي كانت معايا، الملح والقرفه والفلفل والكركم والكاري وشويه الكربونات على الدقيق دوت، وهقلب كويس كده. وهضيف لهم برضو معلقتين النشا اللي كانت معايا اللي انا كنت محضراها. هقلبهم كويس. عشان لما اجي احط فيها الفراخ تبقى لونها اصفر كده زي كنتاكي بالظبط، فالكركم والكاري هيدوها اللون الاصفر ده. وكمان التوابل والملح اللي انا مملحاهم بيها هيخلي الفراخ مملحه وطعمها حلو. هي الفراخ نفسها دي مملحه، ده بقى الملح بتاع الخلطه نفسها. وابقى واخده بالي ان الملح ما يبقاش كتير عشان الفراخ ما تبقاش مملحه. دي خلاص كده جهزته بقى، هركنه على جنب. ومعايا كوبايه الميه اللي كانت معايا هحطها بقى. هعجن كده بيها الدقيق ده، هعمله عجينه كده، اخلي قوامه تقيل مش خفيف ولا وسط. محتاج ميه كمان، الكوبايه مش كفايه، اجيب شويه ميه كمان. انا عايزه بقى كده العجينه تبقى بالقوام ده، لا خفيفه ولا تقيله، تبقى بالشكل ده كده. وهاخد بقى الفراخ احطها في العجينه واطلعها من العجينه على الدقيق بتاعي اللي انا مبهراه واجهزها للقلي بقى. ده كده العجينه بتاعتي كده زي ما انا عايزاها. هاخد بقى هنا كده الفراخ احطها بقى كويس هنا، اقلبها واخليها ايه، يبقى فيها عجينه من فوق ومن تحت. تمام كده. واحطها بقى في الدقيق. اطلعها بقى احطها في المصفى بتاعتي عشان لو في اي زياده ولا حاجه اعملها كده. لو في اي زياده في الدقيق ولا حاجه تنزل، هتبقى بالشكل ده كده. عايزاها تبقى بالشكل ده كده، واعمل غيرها بقى. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما تبلتها بالخلطه بتاعتي اللي انا عملتها معاكم. هسيبها بقى اركنها على جنب ونكمل كاتشب مع سلمى، وعشان ناكلها سخنه بقى نقليها بعد ما نخلص الحاجات اللي معانا. انا بعد ما حطيت الطماطم على النار طفيت عليها وسبتها تبرد
وده شكلها اهو. كده بالمنظر ده. اه. تمام. هتعملي فيها ايه تاني بقى؟ بعد كده اصفيها واضربها في الخلاط، او نضربها في الخلاط الاول. او لو ما عندكيش خلاط ممكن تحطي في الكبة عادي. طيب خلاص ماشي، يلا هاخدها. هتحطي عليها حاجة؟ اه، حط عليها السكر. طيب حطي عليها السكر. نجيبها بقى. هقلبها لك. هتعملي فيها ايه تاني؟ سيبها على النار. تسيبيها على النار قد ايه؟ شوية صغيرة. 10 دقايق يعني؟ طيب ماشي، تعالي بينا بقى نروح على النار تاني. بعد بقى ما تغلي شوية صغيرين احط الملح واحط الثوم البودر واحط الفلفل الاسود واحط معلقتين الصلصة واحط نص كوباية الخل اقلبهم وهسيبهم من 20 دقيقة، من ربع ساعة ل20 دقيقة. هتسيبيهم ربع ساعة؟ من ربع ساعة ماشي يا سلمى، على نار هادية صح؟ اه. ماشي يا جميل. يلا. بعد كده بقى احط النشا في المية ماشي، هات المعلقة الصغيرة دي. حطي واحدة 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 تدريج. هنا قلبي. انا بقى زودت لها شوية بابريكا. انت زودتي صح شوية بابريكا وهي بتغلي وهي بتتسبك. شكرا يا سلمى، الله بقى جميلة. بقى لونها احمر كده وحلو. بعد كده بقى هنسيبها تبرد. هترفعيها من على النار خلاص وتسيبيها تبرد. وهسيبها تبرد بعد كده بقى ده القوام اللي انت عايزاه صح؟ ده اه. قوام الكاتشب. كده القوام ده. ده قوام الكاتشب اللي احنا بنشتريه من بره. برافو عليكي يا سلمى، شطور. برافو. هتسيبيه يبرد بقى وبعد كده تحطيه في البرطمانات والحاجات اللي انت جايباها للكاتشب. طيب ماشي خلاص. اقفلي عليه بقى وخلاص خليه يبرد. دلوقتي بقى بعد ما سلمى خلصت الكاتشب بتاعها وسابته يبرد، انا هقلي الفراخ والبطاطس عشان تبقى كل حاجه سخنه مره واحده. هجيب بقى زيت غزير زي ده كده وهبدا اقلي فيه. ده شكلها بعد ما قلبتها كده بالمنظر ده. على فكره هي يعني انا بسويها على نار وسط، لا عاليه قوي ولا واطيه قوي. هي بس انا عايزه الطبقه الخارجيه ديت اللي تقرمش، والفراخ كده كده مستويه. كده كمان 3 دقايق كده واطلعها. كده انا خلصت القلي
بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها عامل ازاي جميل، وريحتها تحفه، ريحتها تحفه بصراحه. اهي هسيبها تتصفى بقى على المناديل شويه على ما اكون خلصت البطاطس، واوريكم الشكل النهائي. دي البطاطس بتاعتي بعد ما اتقلت. انا مجهزه عندي توابل، دي توابل جاهزه عندي على طول، خلطها على بعضها. توابل البطاطس، انا بحط ملح على كاري، وبحط بابريكا، وفيها كزبره ناشفه، ومعلقه بصل، معلقه بصل باودر. بحط الحاجات دي كلها على بعضها، بتبقى جاهزه للبطاطس. بنكه بيها البطاطس كده، بتبقى طعمها جميل بصراحه، كانها جايه من بره، زي اللي جايه من بره بالظبط. والملح برضو على حسب الرغبه، وممكن تحط عليها شطه لو انتوا بتحبوا البطاطس مش هتشطه. ده شكل البطاطس بعد ما خلصناها وحطينا عليها البهارات. هوريكم بقى شكل الاكله كلها في الاخر دلوقتي. وده بقى شكل الكاتشب اللي انا عملته بعد ما خلصته. حطيته في علبة بلاستيك بالشكل ده. ايوه علبه الكاتشب كده، اه هي جايباها كده بغطا. طعمه جميل بصراحه، احنا زودنا عليه شويه شطه، بقى طعمه جميل قوي ومشطشط بقى، كاتشب مشطشط. وده شكل وجبه كنتاكي بعد ما انا خلصتها بالمنظر ده، جميله ما شاء الله. وسامعين صوت الخرفشه قد ايه هي ناشفه ومقرمشه وجميله. سامعين صوت القرمشه، جميله ومستويه خالص ازاي، مفيش دم مفيش اي حاجه، مستويه جدا، طريه وناعمه اهي. الصوص بتاعتها دايبه دوب، جميله وطعمها وريحتها جميله. دوقي يا سامي كده. حلوة قوي. حلوه مظبوطه. لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تحطوا اللايك واشتراك في القناة وتدعمونا. ولو عجبتكم المريالة بتاعتي اقول لك رايهم يعني. اه نتقابل على خير ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.